هل هذه الكوارث والمصائب اللي قاعدة تصير هي فعلا بسبب معاصي وفساد الناس؟ الكثير لا يتقبل هذا الكلام ويقول لا، هذه الكوارث لها مسببات، وإلا رب العالمين ليش ما يرسل هذه الكوارث والمصائب على بلاد الكفار اللي قاعدين يعصون الله عز وجل ليل نهار، ويرسلها على بلاد الغالبية فيها مسلمين نحسبهم على ذلك؟ بل حتى تجد بعض المسلمين يقولون ليش رب العالمين قاعد يبعث الزلازل اللي قاعد يموتون بها الأطفال والنساء وآلاف الناس تتشرد ويفقدون منازلهم ووظائفهم وأحبابهم؟ وين رحمة رب العالمين وعدله؟ بل وحتى علت أصوات الملحدين في هذه الفترة ويقولون إنه رب العالمين ظالم، والدليل إنه قاعد يبعث هذه المصائب على بلاد المسلمين. طبعا جل مقام رب العالمين وهو منزه عن كل هذا الكلام. السلام عليكم، حياكم الله. أولا صديقي روق شوية وتعال خليني أفهمك الموضوع شلون يمشي، وحنناقش كل هذه الأمور بشكل جدا بسيط ومفهوم حتى يتسنى لنا جميعا إنه نفهمها، لأنه صراحة الفهم في هذه المواضيع مطلوب جدا. فعندنا أول شيء لابد أن نفهم حكمة الله عز وجل ونفهم السنن الكونية شلون تمشي. وتأكد يا صديقي إنه كل هذه المصائب والكوارث اللي قاعد تشوفها أنت حاليا، ونضرب مثلا الزلازل الحاليا الموجودة في سوريا وتركيا، طبعا نسأل رب العالمين إنه يلطف بيهم ويرحمهم جميعا. فأنت صديقي لما تشوف هذه المشاهد أنت قاعد تشوف لها ظاهريا فقط، بينما لابد أن تكون هنالك حكم كثيرة بل ورحمات كثيرة من الله عز وجل مع هذه المصائب، ولكن نحن البشر لا نعلمها ولا نحيط بها، فسعة إدراكنا لا تحيط بذلك وهي خارج مداركنا العقلية، وإلا لو أدركنا كل هذه الأمور فحنكون نحن والرب متساوون في درجة واحدة، وهذا الكلام ما يصير. لابد أن تتأكد يا صديقي أن الله عز وجل هو الرحيم اللي وصل غاية الرحمة، الذي لا يوجد أبدا من هو أرحم منه، وحاشاه أن يظلم أحد، وهو العدل المطلق. والله عز وجل يقول في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف يا صديقي، احنا ما حنجي وحنقول مثلا الكارثة أو المصيبة الفلانية اللي صارت هي بسبب المعاصي بشكل مباشر، واحنا اصلا ما نقدر نحدد هذا الشيء. فرب العالمين يبتلي عباده بالسراء والضراء باسباب ملموسه وغيبيه، ربما كل وحده على حده او ربما الاثنين معا. الافضل لنا جميعا عندما نرى هذه المصائب ان نرجع لله عز وجل وتكون لنا تذكره وعظه وعبره. واما قول الناس ليش هذه المصائب ما تصيب غير المسلمين اللي هم كفار وهم يفعلون كل هذه المنكرات والمعاصي ليل نهار، أقول لك يا صديقي منو قال لك هذا الكلام؟ المصائب والكوارث تنزل على الاثنين، المسلم وغير المسلم. فعندنا مثلا قبل عدة شهور بريطانيا غرقت بالمياه، واستراليا كان فيها حرائق، وامريكا تجمدت ولاياتها، والحرب العالمية كانت موجودة، والقنبلة الذرية اللي ألقت على اليابان. هذه مو كلها مصائب وكوارث كانت واقعة على بلاد غير المسلمين. والله عز وجل يقول في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله عز وجل ربما يؤخر عذاب الكافر في الدنيا لحكمة هو يعلمها، وقد يعجلها أيضا أنت ما تعرف. وكذلك للمؤمن نفس الشيء، بس للمؤمن طبعا حتكون لسبب ثاني. إذا شفنا تكملة الآيات في سورة آل عمران: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وأزيدك من الشعر بيت يا صديقي: هذه الكوارث والمصائب هي خير للمؤمن وفيها رحمة ورفع للدرجات. حتقول لي شلون يعني؟ إذا نظرنا للموضوع من زاوية مختلفة، هؤلاء الأطفال والنساء والرجال الذين يموتون في هذه الكوارث والمصائب، عدا أنه طبعا آجالهم مكتوبة ومحددة بوقت. عندنا مثلا الطفل
الذي يموت في هذه الكوارث يكون طيرا من طيور الجنة فيدخل الجنة. وهل أكو نعمة يا صديقي أعظم من أن الإنسان يدخل الجنة؟ فرب العالمين بدل ما أنه مثلا يعيش قد حيعيش بالدنيا خلينا نقول 60 سنة ويتعب ويشقى ويموت بعدها، رب العالمين عوض عن كل هذا أنه يدخل الجنة. أما النساء والرجال الذين يموتون فيها فنحسبهم شهداء. وطبعا أنت تعرف أجر الشهيد ماكو داعي أحكي لك عنه، بل وحتى الناجين هذا البلاء هو رحمة وتفضيل من الله عز وجل لهم، لأنه يا صديقي أكيد من هذول الناجين بعضهم عنده معاصي، فتكون هذه المصائب مثل التذكرة لهم، مثل خط رجعة حتى يرجعون لله عز وجل ويتوبون. فكل هذا البلاء للمؤمن حتى يكفر الله عز وجل عنهم خطاياهم ويزيد من درجتهم ويبدل بعضهم الجنة، وبهذا يكون بهذا البلاء الذي نزل عليه هو أعظم درجة من غيره. أما لما ينزل البلاء على غير المؤمن طبعا ما عنده كل هاي الشغلات، قد يجي البلاء ويطلع من هذا البلاء بس يكون كل شيء مستفاد منه. فشفت الفرق بين البلاء لما ينزل على المؤمن ولما ينزل على غير المؤمن؟ حتى إن وقع البلاء في أرض فساد وفيها مسلمين فكل واحد من ذولا يبعث على نيته كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. وطبعا ما نختلف إنه البلاء بجميع أنواعه كان صغيرا أو كبيرا هو فيه أجر وهو لتكفير الذنوب، بل حتى الشوكة هاي الشوكة الصغيرة تشاكها يكون لك فيها أجر ورفعة بالدرجة. ولا بد يا صديقي أن نتفق على هذا المبدأ الذي ذكره الدكتور عياض قنيبي: أنت كإنسان ليس لديك حق مفروض وواجب على الله عز وجل، فإذا أعطاك الله عز وجل فذلك تكرم وفضل منه، وإذا منع وضيق عليك وابتلاك فهذه هي الحياة، لأن الحياة هي دار بلاء يا صديقي. ووضح الله عز وجل ذلك جليا في القرآن الكريم أنه سوف يعطيك وسوف يبتليك. فقال الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإياك يا صديقي وإياك أن تتضجر وتعتب على القدر لأنه قد ضرك، بالعكس لابد أن تأخذ منه العظة والعبرة وأن تصبر بما قسمه الله لك، فإن صبرت سوف تكون أنت الفائز الأخير. وهذه هي الحكمة الإلهية الكبيرة. فيقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فطالما أنت على قيد الحياة استفد واتعظ من هذه المصائب التي تحدث، ونسأل رب العالمين أن يعفو عنا جميعا ويتلطف بأهلنا في تركيا وسوريا وجميع بلاد المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلة. هذا اللي كان ويانا المقطع اليوم، إن شاء الله نكون استفادينا جميعا. أي واحد عنده استفسار أو إضافة حول هذا الموضوع خليه يكتب لنا بالتعليقات، ولا تنسى يا صديقي تشارك هذا المقطع ويا أحبابك، والدال على الخير كفاعله. وإذا وصلت لهاي الدقيقة وعجبك الفيديو انزل بسرعة واشترك بالقناة وخلي إعجاب وتعليق، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم وجديد. سلام عليكم.